مجزارة. نعم. خلقت مجزارة على يد أيوب الحبيب المعروف بأيوب الحبيب اللي هو العوبة. خلقت مجزارة فرغ ما يقارب من 23 واحد من بعد التعذيب وشوه أجسادها، فرغها رميا بالرصاص على عيننا احنا. بقينا احنا مجموعة 16 في نفس الناحية. مو شوها، قبضوا واحدين منا انواع التعذيب عدلوها لنا الى انهم لجاوا الى قطع اللحم ويوكلوه لصاحبه قدامك من اجل كانك تعترف. منين يقطعوا منك اللحم والدليل هو هذا، يحتموا على صاحبك اللي قدامك قطعوا عليك ها هو لحمي انا هذا واكله عالي والابراهيم والحماد لا يعني لحمه هو واكله انا مباشره. هذا وعدل لعدة ناس. اسمح لي دابا تيقبطوا موس يقطعوا منك اللحم، تيقطعوا لك طرف اللحم ويوكلوه لصاحبك وتعطوه لصاحبك حتى ياكلوه، ويقطعوا منه هو اللحم ويعطوه لك انت تاكله. هذا الشيء كان عند البوليزاريو. هذا كان على ايد ايوب الحبيب والعوبه. وهذا ايوب الحبيب ولد العوبه كان رئيس الناحيه الثالثه اللي موجوده في الغيوه عند مهيريز. وهذا الحبيب باقي في البوليزاريو؟ لا الحبيب كان رئيس الناحيه الثالثه في البوليزاريو. والغريب في الامر هو سؤالك هذا، لانه هو نعتبره عنه مازال في البوليزاريو، لانه كان قائد الناحيه الثالثه وعضو في اللجنه التنفيذيه ومن الامانه العامه. ونهار اللي جا للمغرب، هو دخل المغرب دابا، نهار اللي جا للمغرب جازاته مجازات اكثر من كان عنده في البوليزاريو. عطاوه طيب جنرال. اش عطاوه؟ عطاوه رتبه جنرال. جنرال في المغرب. السلاح اللي دخل به مازال فايدو اليوم، اللي كان يقتل به يامس في الاراضي اللي كان يقاتل فيها الناس ويعدمهم رميا بالرصاص، مازال من جنده اليوم هذا في حرم السماره ورحبه رق البياض وهون الى السيمانه الفايته. هو حاليا دابا موجود بالمغرب، كيشتغل في السماره. هذا الجنرال هذا مشتغل في بلو، عنده ما يقارب من 2000 ناقه. لا احنا تنقول لك دابا هذا خدام دابا معطي له رتبه جنرال وتويوتا، والله هم 4 تيوطات واربعه ليغارد كور معاه، والسراح ميليتير يسرحوا له يبلوا، والفيلات عنده فقادير وفي الرباط وفسله وهون في العيون، وعنده فيرما عدلها قبض بها ما يقارب من 7 كيلومتر، منع عنه ما ينزل فيها حد ولا يسرح فيها حد حيوان ولا يقربها. طيب وانت دابا منين دخلتي المغرب حتى انت عطوك رتبه جنرال، لانك انت كنتي كنتي كتدرب، عطوك رتبه جنرالي؟ نعم عطاوني، لاني من النهار اللي دخلت وطني دخلت حامل مسألتين. الاولى هي معاناه والثانيه هي مؤاساه. المعاناه اللي جايب لهيه منين لحقت هون ما كانت بقات فيها ذيك المعاناه، لاني عشتها من اجل هذا الوطن، ولكني جايب مؤاساة اللي كنت نعيش لهيه وهي اللي بقات فيها، لاني نفس المآسي اللي كنت نعيش لهيه جبرتها منين دخلت في وطني مضوبله. لان علاه منين تصبح الضحيه اللي كانت في البوليزاريو، ومعنى الضحيه ضحيه من اجل المملكه المغربيه، من اجل الوطن الشريف، كان لهيه ضحيه واصبح اليوم هون ضحيه. الجلاد اللي كان لهيه يذبح ويسلخ في ابناء المغرب الصحراويين المغاربه، نعطى له نفس السلاح، نفس المصويطه، نفس الحاله اللي كان فيها لهيه نعطات لهم. هذه هي الجرائم اللي ما تقدر تحمل. يعني الجلاد اللي كان لهيه كانت عنده مصويطه قصيره نعطاو له 2 هم، يعني كان يقتل وعاد يقتل ويذبح ويسلخ. يعني هذه هي الجرائم القبيحه. دابا انت كتحس بمراره في هذا التصرف في تصرفات الدوله المغربيه حقكم. انا ما نقدر نتهم الدوله المغربيه، لكن الناس اللي هم متولين نحن، والناس اللي هم يتكلموا بس نحن علنا نحن ضحايا، هم اللي ظهروا عن الضحيه الهيه مازال ضحيه. المعاملات انا الهيه كنت ضحيه ولا باقي فيها لاني وحدي، ولكن اليوم اللي اصبحت في المغرب ضحيه في 8 اولاد ومرتين. هذه هي الضحيه الحقيقيه. يعني عندك اسره، يعني عندي 8 اولاد ومرتين
هذه هي الضحيه، لانك انت ضحيه بوحدي ولا باقي فيه. دونك صبحت هون ضحيه، فيلق من الناس صبح ضحيه في المغرب. طيب يعني هذه الضحيه معناها عني هربت من القمع للعداله، واصبحت اليوم نجبر عن ذاك القمع هو العداله، القمع هو اللي جبرت لهم. نعم. طيب اسمح لي، وبالنسبه لهاد الاخوان اللي كانوا دخلوا لارض الوطن، كانوا يعني هاد الجنرال اللي قلتي الاسم ديالو قالوا ايوب الحبيب والعوبه. ايوب الحبيب والعوبه ولد العوبه. طيب يعني دابا هو هذا السيد دخل، اعطاته الدوله يعني مرتبه مهمه. انت شنو عطاتك الدوله؟ اعطتني مسألتين اللي نقولهم لك. اولا اعطتني شوتني في العالم من خلال هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب كلهم هذا الكتاب تلقينا كلهم هذا الكتاب والناس اللي في هذا الكتاب احتسبهم على انهم موتى ماشيين. هذا الناس اللي في هذا الكتاب موتى غاديين، موتى ماشيين على كرعيهم قطري، لان هذا الكتاب عرف بهم القاصي والداني. هذا الكتاب كانت جرائم البوليساريو مخفيه، وفات مآسينا مع خروجنا من البوليساريو، ولكن المآسي الكبيره العظيمه القبيحه هي هذا الكتاب. احنا ما كانش حد يعرفنا غير هذا الكتاب. اصواتنا كان نعطوها في الاذاعات ونعطوها في الجرايد، ولكن ما عرفنا حد. علاه؟ لا نقول لك كلمه. نقطعك الله نعم. يخليك. هذا الكتاب هذا في صالح